أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه عن ترميم الأفلام. ترميم الأفلام هي من أفضل وسائل الحفاظ على وجود الفيلم من ناحية، وإنها تتماشى مع وسائل العرض الحديثة من ناحية تانية، وللحفاظ على بقاء الفيلم واستمرارية عرضه للجمهور على مختلف الوسائل من الناحية التالتة. طيب الترميم هو بيبقى عبارة عن إيه؟ ترميم الفيلم بيبقى عبارة عن عملية تحسين جودة الصورة وجودة الصوت لإخراجها بشكل أوضح وأفضل عما كانت النسخة القديمة. وعملية الترميم مش حاجة سهلة، دي حاجة بتتم على خطوات وبتاخد وقت ومجهود. طيب ليه بقى ترميم الأفلام مهم؟ أي فيلم بيكون مهم على اعتبار إنه على المدى الطويل لما بيتقدم لأي لبره مثلا، لو هيتعرض في التلفزيون بره مصر مثلا او بره البلد اللي اتعمل منها الفيلم، او لو مثلا اتعمل له عرض من اول وجديد، مش عرض من اول وجديد بقى، فيلم افتتاحي مثلا او فيلم شرفي كده اتعرض في مهرجان من المهرجانات الدولية. فبالتالي الفيلم ده لما بيتعرض على المستوى الدولي وعامة كمان على المستوى المحلي، ان الفيلم بيكون جزء مهم على اعتبار انه جزء من هوية الفن بتاعة البلد وتراثه الفني، وخصوصا اهم وانجح الافلام بيبقى بينطبق عليها الموضوع ده، وان الاجيال اللي في المستقبل هيبقى عندها فضول انها عايزة تشوف الافلام القديمة كانت عاملة ازاي شكلا وموضوعا. وده على فكرة بينطبق الترميم ده بينطبق على اي فيلم، مش مهم الفيلم ده يكون ساعتها لما كان جديد جاب ايرادات قد ايه. يعني ممكن فيلم زي المومياء مثلا ما جابش ايرادات في السينما، ولكن من اهم الافلام، ومع ذلك الفيلم ده مهم جدا، وناس كتير من مختلف الاجيال تبقى عايزة تشوفه، حتى من الاجيال الجديدة بتبقى عايزة ترجع تشوفه عشان هي فيلم ما عصرتوش بس هي سمعت عنه فعايزة تشوفه. من ميزة بقى ترميم الفيلم او ترميم الافلام بشكل عام، انك بتحافظ على وجود الفيلم ده بدل مما هو يتنسي ويضيع. ان انت تخلي الفيلم ده يترمم وتخليه يبقى موجود، ده بيكون افضل بكتير من فيلم يضيع ويتنسي، لان في افلام كتيرة ضاعت واتنست، وده بسبب ان محدش فكر في ان هو ياخد الافلام دي يعرضها، او انه على الاقل يرممها ويخليها موجودة. طيب انت بقى دلوقتي هيجي في دماغك سؤال فضولي زي اللي جالي برضو: ازاي الفيلم بيترمم؟ انا بقى احكي لك القصة دي بتمشي ازاي. زمان قبل الديجيتال والمنصات والحاجات اللي بقت سهلة بالنسبة لنا كلنا ان احنا ان احنا يبقى عندنا اكسس ليها، الافلام لما كانت بتتخزن على شريط خام او شرايط خام، والشرايط الخام دي بتبقى في بكرة كده، ملفوفة في بكرة، وبتتحط البكرة دي في علبة كده صفيح، علبة صفيح كده على قد على وزن على قد على حجم بكرة الفيلم الكبيرة دي. انت بتحط فيها في علبة كده، وبتبقى علبة مصفحة كده عشان بتحافظ عليها من اي تلفيات طيب الافلام دي بقى بعد ما بيخرجوها، طيب الافلام دي بقى بيعملوا ايه؟ طب الافلام دي بقى لما بييجوا يرمموها، ياخد العلبة دي يفتحها، طلع الفيلم اللي فيها، بياخد الفيلم وهو بكرة مدورة زي ما هو، يحطه على جهاز، في جهاز كده بيبقى زي سكانر. الجهاز ده بينقل اللي في الشريط كله، ينقله على الكمبيوتر، وبكده خلاه فيلم ديجيتال، كده خلاه فايل ديجيتال، وليه المساحة بتاعته كمان. بس طبعا انا عرفت ان قبل البروسيس دي ما بتتم ويتحط على السكانر، الاول بيعدي على عملية تنظيف سريعة، ان هو بينظفه من اي اتربة، بينظفه من الاتربة. عملية النقل طبعا لما بتحط على الجهاز السكانر ده وبتنقل الفيلم من الخام للكمبيوتر، ده بياخد وقت، لان انت السكانر دقيق جدا، لان هو بينقل صورة بصورة، فريم باي فريم. انت الثانية عبارة عن 24 صورة، فبينقل صورة بكل التفاصيل بحسب اللي موجود في الشريط الخام. خلاص. طيب كده خلاص الفيلم بقى فايل وبقى موجود في الكمبيوتر. عملية الترميم بقى في جزئين منها: جزء الصورة، جزء الصوت.
كل واحد فيهم بيبقى ليه سوفت وير مخصوص تشتغل على الترميم بتاعه. الصورة فيه المتخصصين بتوعه، والصوت ليه المتخصصين بتوعه. طيب في بقى برامج بالنسبة للترميمات بيتم في بالنسبة لشريط الصورة حاجات زي مثلا دايماند ونيو لايت ودافينشي ريفايفل برو وفينيكس وبرنامج انا في برنامج انا نسيت اكمل اسمه اللي هو نيو لايت ستوديوز، وبرامج تانية كتير. في طبعا برامج تانية دي بقى بالنسبة لشريط الصوت بيتم العمل على الترميم بتاعها، زي مثلا ايزوتوب، اكسونوس اكوسونوس انا اسف، وسونكس ريستور، وايكون ديجيتال ريستوريشن وسيدار ستوديو وبرامج تانية. طبعا هما بس انا يعني بختصر في الاسامي البرامج عشان البرامج الاسامي بتاعتها كتير. طيب اللي بيحصل بقى في الترميم بيبقى عبارة عن ايه؟ يعني الصورة العامة بتبقى ايه؟ هو بالنسبة للصورة بيشيل كل ما هو نويزي. بقى ايه النويزي؟ ساعات كده في الافلام، حتى لو هتلاقوها في الافلام الابيض والاسود اللي ما ترممتش هتلاقوا فيها ده، في حاجات كده زي خط كده بيجي في وسط الشاشة فجأة، اللي هي بتبقى زي خدوش كده، او مثلا تلاقي دايرة كده سودة فجأة في الجنب اليمين الجنب الشمال تحت معرفش ايه، هتلاقي واخدة كورنر كده. في حاجات كده اللي هي ايه بتبقى وهي نويز، فالحاجات دي مع الترميم بتتشال. طيب في حاجة كمان، ان بعد كده ممكن وسط ما انت شغال في الترميمات دي، بعد طبعا ما تشيل كل حاجة، ممكن ان انت تابجريد الكواليتي بتاعت الصورة. يعني انت مثلا الفيلم ممكن تخلي ان الكواليتي بتاعته تسابويت ال 4K او الاعلى من ال 4K، على اعتبار ان الحلقة دي انا هسيبها بقى للمستقبل، فاكيد هيبقى في حاجة اعلى من ال 4K هتظهر، وهيكون عليها اهتمام كبير زي الاهتمام بتاع ال 4K اللي موجود. طب ترميم الصوت بقى بنشي في اصوات خدوش وفي اصوات وش، ساعات كده بتبقى حاجات يعني كده عابرة يعني بتتشال. وكمان ان هو برضو ان بيبقى في عملية ان هو بيحسن من مستوى الصوت نفسه ومن جودة الصوت نفسه، وعشان يوصل بالاخر لشكل كأن الصوت جديد، صوت كده صوت جديد، الصوت كله جديد. ونفس الكلام برضو في الصورة لما بيرمم بيبقى عايز يطلعه كأنها صورة جديدة وحاجة بكواليتي محترم يعني. طيب ترميمات الافلام دي هل بقى بتحصل في مصر ولا لا؟ هي عادة بتحصل برا مصر اكتر من هنا. طيب الفكرة بقى في ايه؟ الفكرة دي بقى لو هنحسبها بالنسبة للتناسب، لا، او عشان في سبب يخلي فعلا ان موضوع الترميمات ده برا موجود اكتر من هنا. طيب ايه بقى القصة دي؟ ودي هقولها لك. بص يا سيدي، الحكاية وما فيها ان بالنسبة للافلام المصرية القديمة هو حصل كده بالظبط. طبعا يعني احنا كلنا عارفين القصص بتاعت التأميمات اللي عملها جمال عبد الناصر، انه يقال يعني من وسط الروايات ان التأميم ما اقتصرش بس على قناة السويس، بل اقتصر كمان على حاجات كتير من ضمنها شركات انتاج الاغاني والافلام. فبالتالي طبعا الافلام كلها اصبحت مملوكة للدولة. ففي طبعا لما حصلت الواقعة المشهورة بتاعة الحريق اللي حصل في مبنى الإذاعة والتلفزيون، واللي كان بسببه اللي بسببه في أفلام اتحرقت وأصبحت من الأفلام المفقودة النهاردة. وفي بعض الأفلام اللي اتنجت من الحريق، في مش كلها يعني، في منها اتباع حقوق التوزيع بتاعها لشركات تانية، وهي شركات مش مصرية، شركات عربية. هي شركات يعني ليها اسمها كمان في المجال الإعلامي يعني ومعروفين، بس بدون ذكر أسماء طبعا. بس طبعا في شركة منهم مشكورا خدت بعض الأفلام اللي أخدت حقوق التوزيع بتاعتها دي، عملت لها الترميمات بتاعتها، بعتتها في معامل برا مصر، عملوا ترميمات وكانوا بيعملوا عليها فقرة كده مخصصة انها دي أفلام اترممت، وانها بنسخة تانية خالص غير النسخة اللي كانت موجودة قبل الترميم. لكن في امريكا الحسبة مختلفة. في امريكا شركات الانتاج اللي كانت موجودة زمان هي الشركات الانتاج اللي موجودة دلوقتي، فبالتالي العملية سهلة قوي بالنسبة للشركة انها تقرر انها تعمل ترميم الفيلم
بالكواليتيز وبالحاجات اللي تتماشى مع آليات العرض النهارده ووسائل العرض بتاعت النهارده، فبالتالي الموضوع بالنسبه لها سهل. وده بقى هنحكيه دلوقتي، ان في امريكا افلام كتير اترممت، ومع ذلك في افلام اكتر لسه بتترمم، وفي افلام تانية محسوبة من الافلام المفقودة. تمام. طيب يعني مثلا احنا عندنا من ضمن الحاجات مثلا ان كان في The Godfather الجزء الثالث مثلا، ده الفيلم مش بس اتعمل له ترميم، بل كمان وده طبعا بموافقة يعني طبعا بعد ما خد الجرين لايت او الموافقة، يعني فرانسيس فورد كوبولا اضاف مشاهد كانت محذوفة من الفيلم، حطها، فخلى ان الاجمالي الفيلم تقريبا كان حوالي 3 ساعات او اكتر من 3 ساعات. ده اللي هو مدة الفيلم بالمشاهد المحذوفة، وايه رمم الفيلم ده كله كده، واتعرض في السينما احتفالا بمرور كان احتفالا بمرور عرضه، على اساس انه الفيلم اتعرض سنة 1990 وعمل له عرض سنة 2020 فبالتالي كان بيحتفل بان الفيلم بقاله 30 سنة. وفي برضو الفيلم التاني ليه Apocalypse Now هو من الافلام اللي اتعمل عليها ترميمات بشكل متكرر، يعني اتعمل نسخ مختلفة، يعني في نسخة اتعملت في الترميم تتماشى مع الفيديو كاسيت، في ترميم تاني اتعمل يتماشى مع الدي في دي، وفي ترميم تالت اتعمل يتماشى مع السيديهات البلوراي، وفي بقى الترميم الاخير اللي اتعمل ده بقى اللي يتماشى مع الفوي كي، واتعمل ترميم على الترميمات اللي اتعملت عليه اوريدي، خلى ان جودة الصورة واصلة لدرجة ان الفيلم فعلا كأنه جديد جدا، فيلم كأنه حاجة اتصورت وجديدة ولسه نازلة السينما جديد طازة، هي كده بالظبط. طب النسخ المرممة من الافلام دي هل هي موجودة متاحة للجمهور العام؟ اكيد طبعا. هي انت هتلاقيها يا اما معروضة في التلفزيون، يا هتلاقي منها في المنصات، وهتلاقيها برضو في مكتبات الافلام اللي هي تشتري الفيلم ويبقى بتاعك انت، ويبقى عندك تتفرج عليه في اي وقت، زي مثلا في الاي تيونز وجوجل بلاي موفيز وفي امازون ليهم موقع ان هو تأجر او تشتري الفيلم. وفي كمان هتلاقي منها بتتعرض في المهرجانات الدولية. وطبعا الحاجات دي ليها حسبة تجارية، ما ننساش على المستوى التجاري هو ناجح جدا، ممكن يجيب ايرادات لو في السينما، وممكن يجيب مبيعات كمان لو دي في دي، او لو في المنصات الرقمية عامة. يعني تجاريا الموضوع ناجح جدا، وخصوصا لو انت ركزت في الترميم بتاعك على اهم وانجح الافلام، فلا ساعتها فعلا ممكن تدي يعني تجاريا هتبقى حلوة جدا يعني. طب سؤال، هل في لسه افلام من الافلام المصرية لسه ما حدش عنده حقوق التوزيع بتاعتها من اي شركة تانية، شركة غير مصرية؟ لا، في افلام موجودة، في افلام لسه موجودة، ما زالت موجودة، يعني ما اتباعش حقوق التوزيع بتاعها. في منهم فيلم اللي هو المومياء لشادي عبد السلام، الفيلم ده في سنة 2009 اتعرض في مكتبة اسكندرية، وان هو كان الدولة كانت يعني فخورة بالموضوع ده، وزارة الثقافة في الوقت ده كانت فخورة جدا باللي عملوه. عملوا مشروع لترميم فيلم المومياء، واللي اشرف على عملية الترميم كان المخرج مارتن سكورسيزي، وبالفعل الفيلم اتعرض نسخته المرممة في مكتبة اسكندرية. ده كان في فترة ما بين 2009 او 2010 تقريبا. طيب ليه بقى الترميمات دي احنا مثلا كمصريين ما نهتمش بيها؟ ليه ما نرممش مثلا الافلام اللي هي لسه معانا، لسه في ايدينا حقوق التوزيع بتاعتها؟ ليه بقى؟ هو الموضوع سببه مادي، بمعنى ان ترميم الافلام هي حاجة على قد ما هي يعني بتاخد وقت، على قد ما هي برضو مكلفة جدا. طيب التكاليف بتاعة الافلام دي بتختلف بحسب نوعية الفيلم. على ذكر التكاليف، في موقع اسمه فيلم فاونديشن حدد تكاليف ترميم الافلام باختلاف النوع. يعني لو مثلا فيلم ابيض واسود بيبقى رقم، ولو فيلم الوان بيكون رقم تاني. طيب هو يعني هو عمل كمان مش رقم ثابت، هو عمل رينج، ده بيعود لحاجات، يعني دي بيعود لحاجات، يعني الموقع هم اللي شايفين يعني هم اللي شايفين اللي بيعود ليها.
عندنا مثلا انك عشان ترمم فيلم ابيض واسود تكلفته بتتراوح ما بين $50,000 ل$250,000 او $250,000. اما بالنسبة للفيلم الالوان بيتراوح ما بين $80,000 الى $450,000، ووارد جدا الارقام دي تكون اعلى من كده كمان. ولو طبعا هنتكلم اننا عايزين نخلي الفيلم على نسخة 2K او 4K، اكيد الموضوع هيكون مختلف تماما من حيث التكاليف. الترميمات بقى اللي انا ذكرتها دي تنفع لكل مقاسات الافلام، زي مثلا لو فيلم اتصور على مقاس 8 ملي او 16 ملي او 35 ملي اللي هو المقاس الستاندرد اللي كلنا بنشوفه في السينما وبنشوفه في التلفزيون، او المقاسات بتاعة الاي ماكس اللي هي بتتراوح ما بين 60 الى 70 ملي، وبرضو تنفع كمان لشرايط الفيديو القديمة. انا بتكلم ان هو الترميمات بشكل عام عشان بس ما حدش يقول ايه ان فيلم فاونديشن بيسمح للحاجات دي، لا انا بتكلم ان الترميمات بشكل عام تنفع لكده. يعني انت بدليل ان انت ممكن تروح عند استوديو تصوير تديله شريط فيديو عندك تقول له انما انا عايز اعمله على الكمبيوتر، وممكن كمان تطلب منه ان هو يرممه لك، بيتعمل الموضوع ده. طيب في النهاية ترميم الافلام مش حاجة وحشة، وانا اتمنى بالنسبة للافلام المصرية القديمة كلها انها تترمم وتتعرض، وان احنا نحافظ عليها، وفي نفس الوقت طبعا ان احنا كمان نبقى عندنا نفس القابلية بتاعت بره، انها تبقى حاجة تتماشى مع وسائل العرض الحديثة، وانه برضو تبقى حاجة نعرضها وتبقى موجودة عشان خاطر الاجيال الجديدة والاجيال اللي هتيجي في المستقبل لما تبقى عايزة ترجع للحاجات القديمة ترجع لها وتقدر انها تشوفها، وان احنا نحافظ، وانها برضو تبقى من جزء من خطة ان احنا نحافظ على بقاء الافلام القديمة، منها كمان الافلام المهمة والافلام الحلوة فعلا اللي مهما نتفرج عليها ما نزهقش منها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. طبعا المعلومات بخصوص ترميم الافلام هتلاقوها موجودة في الديسكريبشن من خلال المصادر يعني اللي انا عملتها بخصوص يعني السوفت ويرز بتاعة الترميم بالنسبة لشرايط الصوت وبالنسبة لشريط الصورة، وكمان عن معلومات عن ترميم الافلام، وعن معلومات الفيلم فاونديشن عن تكاليف ترميم الافلام. وتقدروا كمان تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك احمد مصطفى. انا بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.